طيب احنا لو احنا حابين نضيف ازاي بقى نربط الواتساب بتاعنا بالموقع، كل اللي انت هتعمله هتدوس اد نيو ديفايس. بيقول لك الديفايس نيم ده هيبقى ليك انت هتبقى شايف الديفايس نيم ده اسمه ايه. ففي ناس عادي ممكن تبقى انت كاتبه مثلا ده رقم الشركه، رقم الشخصي، واتساب 1 واتساب 2 ان كان الاسم اللي انت عايزه ده هيبقى ليك انت. طيب السندر فون الاحسن واللازم ان انت تكتب الرقم صح. طب ليه؟ انت لما هتيجي تكتب هنا الرقم هو هيعمل فولدر على السيرفر عندنا بالرقم بتاعك. فانت لو انت دخلت الرقم مختلف بنسبة 90% مش هيحصل مشكلة، ولكن هيبقى في نسبة 10% ان في شوية اوامر هو هيجي يدور على الفولدر بتاعك مش هيلاقيه، لان هيلاقيه برقم تاني مختلف فمش هيبقى عارف ان ده تبع ده. الحوار ده بيحصل بنسبة 10%، فالاحسن ان انت تدخل الرقم بتاعك مظبوط. تمام. طيب هندخل واتساب كده معانا بحيث برضه نجرب بيه الخطوات. اول حاجه برضه طبعا لازم كود البلد، يعني هو 012 مش هينفع اكتب كده 012 على طول، لا ما دام احنا في مصر فهنكتب 2012 07878457 وهندوس سبميت. طيب هنلاقيه نزل معانا هنا. طيب انت اول ما هتدوس اد نيو ديفايس وتكتب الاسم، ادي الاسم ظهر لك زي ما احنا قلنا ده اسم ليك انت. تمام. ده اليوزر نيم اللي هو بتاع الموقع بتاعك. السندر فون ده الرقم اللي احنا دخلناه، وزي ما احنا قلنا عملناه بكود البلد. هنا بيقول لك ان هو اوف لاين لان احنا لسه ما ربطناهوش. وهنا في الاي بي اي توكن، ده لو انت عايز تربطه ببرنامج او موقع او ايا كان. فاحنا هنا عملنا خلاص الديفايس نيم والسندر فون كده. الخطوه الوحيده اللي فاضله ان احنا ازاي بقى نربط الرقم ده الواتساب. احنا كل اللي عملناه دخلنا رقم مش اكتر، اكيد كده الربط ما تمش. فهنعمل ايه؟ بندوس على الرقم هنا هتلاقيه فتح معاك الصفحه دي. تمام. بعد كده انت بقى خلاص الخطوه التانيه انت المفروض عارفها. انت بتخش على الواتساب، الثلاث نقط اللي فوق على اليمين لو انت عامله بالانجليزي، او الثلاث نقط فوق على الشمال لو انت عامله بالعربي. بعد كده بتختار لينكد ديفايس او الاجهزه المرتبطه، وبتروح عامل تقرا الكيو ار كود بتاع الصوره اللي انت شايفها قدامك دي. انا هحاول بس دلوقتي، هو بيقول لك عشان انت فاتح الكيو ار بقالك كتير وما عملتش حاجه، هتيجي تدوس هنا ريفرش العلامه دي هتلاقيه عمل لك ريفرش. تمام. ثانيه دلوقتي هنعمل كيو ار مع بعض. هو كده خلاص عملت كيو ار من الموبايل وهيسمع دلوقتي على الموقع زي ما احنا شفنا ان هو سمع على الموقع. تمام. طيب دلوقتي خلاص انت كده ربطت الموقع بتاعك بالموقع بتاعنا بالواتساب بتاعك. لو احنا جينا قفلناها كده وجينا عملنا للصفحه دي ريفرش، هتلاقيه جايبها لك بقت اخضر وبقى اونلاين كده يا باشا. انت خلاص ربطت الموبايل بتاعك بالموقع بتاعنا.